أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الحاكم في المستدرك وغيره، قال: من خذل مؤمنا في موقف يحتاج إلى نصرته فيه إلا خذله الله في مثله. وجاء هذا الخبر عن رسول الجزاء من جنس العمل. ولهذا ما حدث في الأمة السورية، أنا أقول أيضا مع أن الله عز وجل ابتلى الأمة بأنواع الابتلاء، ما حدث في العراق الآن يحدث في سوريا. السبب في ذلك أن تقصير الأمة الإسلامية. ما يحدث في سوريا الآن سيحدث في دول أخرى بسبب هذا الإمساك. أعلم أن كثيرا من الدول قد أحجمت بمد يدها وسلاحها. لماذا؟ أنها تخشى الحركات الجهادية أنها تكون في سوريا ثم بعد ذلك تكون رايات إسلامية. هذا الخطر هو يدركه الغرب وتدركه دول الإسلام والدول المنتسبة للإسلام، ويدركه كثير من الدول سواء الجامعة العربية أو غيرها. نقول ينبغي لهم أن ينظروا إلى الله وأن لا ينظروا إلى ما يتعلق بتلك المقاعد. ما يتمسك به بشار الآن بمقعده يتمسك به غيره، وإن تستر بالدفاع عن أموال الناس وأعراضهم في سوريا. نقول ينبغي للإنسان أن يتحرك ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولو كان يظن أن الأمر يؤول إلى إبدال مقعده الذي هو فيه ويضع فيه غيره. لا تقدم مصلحتك التي أنت فيها، سواء كانت سمعة أو كان منصبا أو جاها، على أمة مسلمة تسحق. لهذا أقول أن هذه النصرة تحتاج إلى أمة متجردة لا تنظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.